السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا كده طاسة على النار، هنحط فيها 3 4 معالق من الزيت، وانزل عليها بصلايه متوسطة متقطعة صغنن كده، هديها تشويحة، وبعد كده هنزل عليها بمعلقة توم صغيرة، هديله برده تشويحة مع البصل زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنزل بقى بأنواع الفلفل بتاعنا، اذا كان رومي اذا كان سبايسي الوان براحتكم، بس هي لما تكون سبايسي كده بتبقى تحفة. بعد كده هنزل عليها كده بمعلقة صلصة، يا دوب بس اقلبهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هنزل بطماطمايه متقطعه برده صغير، وهنزل بملح وفلفل اسمر وكمون، وهسيبها بقى على نار هاديه كده تتسبك مع نفسها. هكون انا بقى معايا كده بتنجانيه هحشويها كده على النار. بجد سلطه البتنجان دي تحفه يا جماعه، وريحه الشوي فيها خطيره. زهقتي بقى من القلي والزيت الكتير؟ لا، الوصفه دي بجد هتعجبك. بص بقى كده، بعد ما قشرتها وقطعتها كده بالسكينه قطع صغيره، مش فرمتها عشان تبقى ليها طعم كده، هحطها كده على الخلطه اللي انا لسه عاملاها، وهسيبها دقيقه واحده بس على النار يندمجوا مع بعض زي ما انتم شايفين. بصوا الجمال، ريحتها بجد يا جماعه تحفه، وطعمها تحفتين. تتاكل جنب اي حاجه، حتى لو اكلتيها مع الجبنه. طبعا بقى خاليه خالص من الزيت، احنا بنشتكي دايما ان البتنجان بيبقى فيه زيت كتير. لا، الوصفه دي بجد هتعجبكم وخفيفه جدا. يا رب الوصفه تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله.